تعالَ أقول لِك لو نِفسنا هفتنا كده على صينية زي صينية لمة الحبايب الجميلة دي، اللي بتتباع بألوفات مؤلفة في المطاعم الكبيرة، لو هتاكلي الصينية دي في مطعم حلو شيك مشهور وبيعمل حاجته كلها بالسمنة البلدي كده وخطير وجميل كده، هتدفعي لِك كام ألف جنيه. طب تعالَ أقول لِك في فيديو النهارده إزاي تعملي أحلى صينية، الصواني اللي إحنا بنشوفها في المحلات الحلوة الكبيرة دي، وبأقل مجهود وبأبسط التكاليف، بأبسط التكاليف. يالّا لو أول مرّة تشوفيني أنا أختِك أميرة، اشتركي عندي ونوريني واشرح وأقول، بس لمّا تصلّوا على الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نقول بسم الله كده، وأول حاجة هتعمليها، أنا هنا معايا كمية من البصل حلوة محترمة، طلّعت كيلو بصل كده قُلت أقشّره كلّه دفعة واحدة أفرمه في الكبة كده للأكل كلّه، يعني للعزومة كلّها أو للغدا كلّه اللي هاحتاجه، عشان مش كل شوية أخلّص صنف وأطلّع بصلاية أقشّرها، أطلّع أخلّص وأطلّع بصلاية أقشّرها. فلو عندِك كذا حاجة، كذا أكلة هتدخل فيها بصل كتير، اخلصي من الخطوة دي، ودي بُصّي أهم حاجة هتنجزِك. الكبة بتاعتي بقى وهاضرب كل كمية البصل بتاعتي دي. صليتوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا محمد. معايا بطاية بلدي حلوة تستاهل بُقُّكم وبُق حبايبي. بُصّوا، أنا البَط ده ليه كذا طريقة، يعني 4، 5 طُرق للبَط ده، بس دي أكتر طريقة أنا باحبها. باحس إن بَط بلدي يبقى الطريقة الbasic العادية بتاعته، بس أنا باحب أعمل له المَرتة دي، باحط كده كمية مثلًا قيمة بصلاية متوسطة على حسب حجم البَطة برضه، دي بصلتين متوسطين وهاحط عليهم ملح وفلفل، ولازم أدعك البصل بالملح والفلفل لغاية ما ألاقي في إيدي مَيّة البصل طلعت، على طول تقومي ماسكة بقى الكلام ده داعكة بيه كل البطاية بتاعتِك. خلاص؟ تحت الجلد وفوق الجلد تمسّجيها كده من كل حتّة كده، تدلّعيها آخر دلع. البطة دي أصلًا كانت جاية معايا من الساحل، فبطة دلوعة يعني، فأنا هادلّعها على قد المكان اللي متباعة منّه. تمام. هامسّجها كويس جدًا، 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 وبعدين هامسك الرجل بتاعتها أكتّفها كده، علشان هتشوفوا دلوقتي بقى شكلها الجميل والطريقة الحلوة اللي بتتقدّم بيها في المطاعم الكبيرة والريستورانات الحلوة الغالية. فأنتِ ممكن تعملي كل حاجة على فكرة، دي الرقبة بتاعتها، وبرضه هاعملها كده وباتبّلها معاها بالمرتة، وعندي بقى الكبد والقوانص بتاعتها كانت من نصيب سوتي حبيبي. كلها بقى إيه بالهنا والشفا على قلبه. طبعًا باقول لكم هنا بتعرفوا البط البلدي إن بيبقى الورك بتاعه قصيّر، والرقبة بتاعته طويلة، وكمان الجناحات بتاعته ناشفة لمّا تضغطي عليها، وده الفرق بينه وبين البط المزارع أو المستورد. البوكيه الجرنيه بتاعِك اللي بتحبيه بقى، أنا باحط هنا طماطميتين، حبّايتين طماطم، واحدتين بصل من اللي أنا كنت مقشّراه، فلفلاية صحيحة، وكمان باحط جزراية، وباحط ليمونة صحيحة، ليمونة كاملة. تمام. وهاضيف بقى كمان البهارات الحلوة بتاعتِك بقى، ورق اللوري اللي هو الورق الغار، والحبهان. الحبهان طبعًا بافتحه، يعني الحبهان مش بتحطيه كده بحاله، لأ، بتفتحيه كده بسن ال السكينة علشان خاطر إيه، تاخدي النكهة الحلوة كلّها منه تنزل في الشوربة وتعملي شوربة عسل كده. خلاص، المَيّة بتاعتي طبعًا بتكون مغلية جدًا، جدًا، عمرِك ما تنزّليش أي طيور على مَيّة لسه ما سخنتش. خلاص، خلاص، وهاملّح بقى وهافلفل، ادّيها الملح بتاعها المضبوط، هانزل بيها الأول على صدرها، وطبعًا وقت السِوَى ده على كل وزن بَطّة، يعني مثلًا البَطّة بتاعتي دي كانت 3 كيلو إلا ربع، تمام. كانت 3 كيلو إلا ربع، أخدت لها مثلًا بتاخد ممكن من ساعة لساعة ونُص على النار، على نار هادية. أنا هاخلّيها ترفع أول غلوة، وعايزة طيور تحفة، طريقة سِوَى حلوة، وعايزة كمان شوربة معسّلة عسل ودسمة وجميلة، هدّي النار على الطيور، هدّي النار، يعني قومي من النوم بدري، ولو عندِك عزومة حلوة زي دي، خلاص؟ تمام. هدّينا النار، وطبعًا عايزة أقول لكم إن اللهم صل عليك يا نبي. أيوه افتكرت إن أنا سِبتها في التتبيلة مش أقل من ساعتين 3، يعني ابدئي بيها اليوم علشان تتشرّب كده حلو. معايا هنا بقى كمية من كده ميكس زبدة على زيت، وهانزل بيه نُص كيلو أو يزيد شوية، تقريبًا دول كانوا 600 جرام لحمة مفرومة مطلّعاها. بالبركة كده، طبق لحمة مفرومة، ما كانتش فيها دسم خالص، يعني كانت حمرا، عشان كده حطيت لها مادة دهنية. لو أنتِ عارفة إن المفروم بتاعِك بالدسم بتاعه،
في نسبة دهون يعني، انزلي بيها اديها صدمة كده على طول على الطاسة، وبعد كده كمّلي سِواه واشتغلي على الدهون اللي هتنزل من اللحمة نفسها. أنا اللحمة بتاعتي دي كانت حمرا بيور، كندوز حمرا، فعشان كده حطيت لها إيه، مادة دهنية، أولًا تسهّل معايا وبعدين كمان تدّيها تطعيمة جميلة. ملّحت وفلفلت وهابشر ربعي بشرة كده بلحة اللي هو الجوزة الطيب دي، مش عايزة بلاش، لكن أنا باحبها وهي إضافة حلوة بصراحة. تمام، تمام. طبعًا ورايا سيرفيس البصل أهو، اللي أنا إيه، فرمته كُلّه، هاشتغل منه في كل اليوم. خلاص ملّحت وفلفلت وكمان حطيت معلقة صغيرة من البهارات ال7. ما عندكيش 7 بهارات، هو كفاية جدًا الملح والفلفل الأسود. تمام، نزلت بقى بكمية مثلًا إيه، قيمة بصلتين متوسطين. خلاص، خلاص أهو. ما بلاش تحطّي قرفة ناعمة، لإن طعمها بيبقى طاغي أوي وإحنا مش عايزين طعم العصاج بتاعنا يبقى متغيّر، وأي تابل يعني يغطي على طعم اللحمة. أنا بقيت أعمل مؤخرًا إيه، باجيب عود قرفة خشب أحطّه، آخد الريحة بتاعته، وبعدين قبل ما أحشي بيها أي صواني، باطلّع عود القرفة ده باتخلّص منّه. خلاص، باقي كمية البصل، برضه زبدة على زيت، وهنعمل أحلى خلطة محشي في الوجود. بُصّوا، خلطة محشي كده تُدرّس في المناهج، كل الستات شاطرة وجميلة وحلوة وبتعرف تعملها، بس شوفي طريقتي دي. خلاص، البصلاية باحب، وده المحشي اللي هو أول ما الشتا يهِل كده أو أول ما الجو يبرّد حبّة، أنا باحب أعمل المحشي ده. يعني أنا عندي محشي صيفي ومحشي شتوي، خلطة صيفي وخلطة شتوي. البصلاية دبّلتها بشوية سمنة بلدي على شوية زيت كده، وطبعًا الزيت ده بيلمّع ويفرفر معاكِ الخلطة بتاعة المحشي بالزيت. نزلت بمعلقتين من معجون صلصة الطماطم الجاهزة، وبعدين بتاع نُص كيلو أو أكتر من الطماطم المعصورة، ودي متسبِّكة على فكرة. خلاص؟ كمان كان في شوية كده في البرطمان التاني قرّبوا يخلصوا، رُحت إيه مرجّاهم بشوية مَيّة ونازلة بيهم. سيبيها بقى التسبيكة دي، سيبيها على نار هادية خالص، وروحي شوفي اعملي حاجة تانية، لمّا تنطر إدامها وتخلص أهو، معايا ب10 جنيه خُضرة محشي أهو، في غمضة عين اتخرّط، ومش عايزة أطوّل عليكم والله العظيم الفيديو. خرّطت بشبت على بقدونس على كزبرة وركنته على جنب، وآدي خلاص التسبيكة بتاعتي بُصّوا تحفة. كانت ريحتها قالبة الجو، مش عارفة من إيه، تقريبًا من معلقة السمنة البلدي اللي أنا حطيتها. طبعًا اشتغلي بأي مادة دهنية عندِك، مش باقول لِك اعملي اللي أنا باعمله، كل واحدة على قد ظروفها وإمكانياتها، ربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. ملّحت وفلفلت وحطيت نُص معلقة من الكزبرة الناشفة، وكمان نُص معلقة صغيرة من بهارات المحشي، بتتباع من عند أي عطار، وكمان معايا نُص معلقة صغيرة من ال7 بهارات. ال7 بهارات ده بيغنيني إن أنا أحط كبابة صيني، وبيغنيني إن أنا أحط حبهان بودر ولورا بودر قرنفل، وبُصّوا خطيرة. هنا بقى الريحة كانت قلبت الجو وجابت اللي في أمريكا، ماشي، أهو الفخارة الصغننة دي هاشيل منها قيمة مغرفة كده، وهتعرفوا دلوقتي هاعمل بيها إيه. معايا بقى كيلو من الرز المصري المغسول، بانزل بيه على الصلصة بتاعتي، ولازم تسيبيه دقيقتين 3 الرز بتاعِك ده مع التسبيكة دي. لمّا الرز ينشف خالص لازم تعملي الحركة دي. هتاكلي بُصّي مش قادرة أقول لِك، هاوريكِ دلوقتي شكل الخلطة عامل إزاي، مش هتعمليها بعد كده إلا بطريقتي دي. والشتا داخل أهو بقى والكرنب داخل. طيب كان في بقى حبّة يعني قيمة بصلاية متوسطة أو بصلاية صغيرة، خلاص فايضة من كل الشغل بتاع الغدا النهارده. التركة بقى الجميلة بقى، يعني إحنا عاملين بصل في الأول مع الزيت والسمنة، لأ حُطّي بقى على الرز بالصلصة كده البصلاية النيّة دي. تمام، دعكتها برضه بملح وفلفل أسود ونزلت بيها. مش عارفة المقطع ده ما جاش، بس حطيت عليها ملح وفلفل. انزلي بقى بكل كمية الخضرة دي، محشي يا جماعة حلو وطِقِم يعني خضرة كتير. أنا أحب الخلطة شكلها أخضر وجميل أكتر من الرز كمان، أحب لأ، الخضار بُصّوا الألوان، خراشة على الجمال، لوحة فنية. البطة بتاعتنا بتستوي على نار هادية، تاخد لها ساعة، تاخد لها ساعتين، هي وظروفها وهي ووزنها. خلّصنا خلطة المحشي، قفلنا على النار، طب تعالوا نشوف الخلطة. خلطة أمي ربنا يديها الصحة ويخليها، ما بيبقاش فيها نقطة صلصة، ما بيبقاش فيها نقطة سوايل، هي دي التسبيكة الصح. طبعًا مش قادرة أقول لكم بقى على الطعم ولا على الريحة، ولا بنحط معلقة بُن ولا بنحط حبة نعناع ناشف ولا كل الاختراعات اللي هارونا بيها والافتكاسات دي. بُصّوا،
ترفعي كده بالمقصوصة تلاقي مفيش نقطة سوائل نزلت، انت كده أستاذة وبرفكت وتاخدي 10 من 10 في خلطة المحشي. طعم وشكل وكل وقوام كمان. كان معايا فضلة خيركم بقى كده اللهم بارك 2 كيلو من البتنجان وكيلو من الكوسة. تمام. تمام. البتنجان انا جبته مشكل كده لاني ميكس جميل جميل جميل، اسود على ابيض، على البتنجان اللي هو الموف المخلط ده، اللي هو الموف في ابيض ده. باحب صباع البتنجان صغنن، وباحب الكوسة صغننة، وبيبقى الشكل رائع زي المطاعم. خلاص، شوربة البط الجميلة بقى. البط كان استوى، وكنت البطة كنت صفيتها خلاص وحطها في مصفى تتصفى، واستوت وبقت زي الفل بعد ساعة ونص تقريبا. خلاص، هو البط البلدي بياخد وقت. فاكرين بقى الفخارة اللي باقول لكم خدت من تسبيكة المحشي حبة كده في بولة، هي دي. بانزل بقى بيها على شوربة البط، وخدت مغرفتين 3 يعني قيمة مجين شوربة، ما تكتريش عن كده، علشان المحشي لما يستوي انت هتضطري تصفي في الحوض كل الشوربة اللي هتنزل من ايه اللي هتتبقى دي. يعني ممكن المحشي يستوي ويفضل شوربة كتير تحت، فلما تيجي تقلبيها لو بتحبي تقدميه زي ما انا هقدمه النهارده كده، لأ هتضطري تصفّي كل ده. طب وليه؟ من البداية ما تزوّديش شوربته. يعني هو على ال3 كيلو محشي دول، طبعًا كان عندي كام فلفلة كده، أنا عندي مش من هواة الفلفل الكُبّي أوي يعني محشي. تمام، فحشيت 3، 4 على قد اللي بيحبوه. لكن طب عملتِ خلطة قد إيه يا ميرو؟ على البصل والخضرة والحاجات دي، دول 2 بتنجان وكيلو كوسة، حلو جدًا ليهم كيلو رُز مصري وفاض كمان خلطة. طيب حطيت المحشي على النار، على نار عالية، وبعد ما يبدأ يتشرب ميته ههدي عليه وهوريكم دلوقتي الحركة بقى اللي بتنقله في حتة تانية خالص. طيب عصقتي ليه بقى لحمة؟ لاني هعمل صينية رقاق تحفة، خطيرة خطيرة خطيرة. بصوا بقى حبايبي، الرقاق ده انا والله عندي رقاق فلاحي المدور بتاع الفلاحين ده عندي، لكن انا لو لقيت الرقاق ده في اي مكان لازم اشتريه. الرقاق ده مش قادرة اقول لكم عجينته خطيرة وعامل ازاي لما بيتعمل ويستوي، كأنك بتاكلي فطير مشلتت باللحمة، مش رقاق ابدا. الرقاق ده لقيته في فتح الله. انا الرقاق ده كنت بوصي عليه ناس وكانوا بيجيبوه لي، بس لما لقيته في فتح الله، هو من شركة السلام، اول مرة شركة السلام تنزل رقاق اللي هو اللي بالطريقة الرفيعة دي، اللي هي ديسكات كده ايه مربعة دي. ده تقريبا كيلو او كيلو ونص مش عارف، بيتباع بنفس التغليفة دي، على مقاس الصاج اللي عندي ده بالظبط، مستطيل زي الصاج، فريحني بصراحة. تمام، تمام. دهنة سمنة حلوة، طبعًا رقاق يعني شوربة بَط على طول، شوربة البَط متحيّقة وطعمة وطعمها تحفة. بُصّوا أنا في الكزرونة الصغنونة اللي هناك أو الطاسة الصغننة دي، أنا بالضبط، بالضبط أعوذ بالله من كلمة أنا، مسيّحة 3 معالق زبدة، هيفيض منّهم. 3 معالق زبدة بالضبط، هيفيض منّهم كمان. بامسك كل رقتين رقاق، باقوم إيه، باقوم عاملة رشّة كده الفرشة السيليكون كده، سمنة بلدي، زبدة، اللي عندِك، خلاص، خلاص. الشوربة طبعًا لازم تكون سخنة، سخنة وحلوة، مش نار يعني مغلية ولا هي باردة، لأ، متوسطة كده عشان بس تتحمّليها. الرقاق ده طبعًا رفيّع جدًا، الورقة بتاعته رفيّعة، العجينة بتاعته رفيّعة، فأنا هاحط 5 من تحت و5 من فوق. باقول لكم الرقاق الفلاحي عندي أهو، التخين بتاع الفلاحين المدوّر. الرقاق المدوّر ده باحط 4 فوق و4 تحت، لإن هو أصلًا بيبقى سمكه تخين، لكن ده بس بأمانة الله ده أطعم. الرقاق ده أطعم بكتير، طعمه أحلى بكتير، بكتير. لمّا يستوي وهتشوفوه معايا دلوقتي كأنِّك بتاكلي فطير مشلتت، خطير. العصاج طبعًا أنا كنت معصّجة كمية كبيرة، وباحب جدًا يوم ما أعمل أي صواني أعصّج لحمة مفرومة بالزيادة، قد إيه بتنجزني في الوقت، ده أنا خدت نُص الكمية بس. يعني تقريبًا دول 300 جرام من اللحمة بعد ما اتعصّجت. حطيتها كده في النُص بعد 5 رقات من الرقاق اللي هو الرفنوع ده، وحطيت كمان 5 من فوق. أهو بُصّوا، والله معلقتين الزبدة أنا ما سيّحت غيرهم، بُصّوا كفّوا وفاضوا إزاي وزادوا كمان. يعني ما أنا حطيت كمان على الوش منهم، وهيطلع رقاق عالمي. الرقاق ده هاسويه النهارده في الفرن، مش هاسويه على نار البوتاجاز من فوق زي ما متعوده معاكم، على طول باعمله من فوق. لما بيكون الرقاق الفلاحي التاني المدور ده على الصينيه المدوره ده هدخله الفرن، بس هوريكم قد ايه مش هينشف، قد ايه هيبقى تحفه، قد ايه مستوي وطبقات طبقات طبقات. بس شرط الرقاق ده قبل ما تدخليه الفرن، اللي بتدخليه الفرن ده قبل ما تدخليه الفرن لازم تقطعيه،
لازم ما ينفعش ابدا تدخليه الفرن وهو على حاله كده صحيح. لما يطلع هتيجي تقطعيه هيتكسر، وهيبقى الشكل مش ظريف خالص، وهتندمي ندم عمرك. لا، قطعيه اهو، قطعته. وبعدين هادخّل بقى إيه، على درجة حرارة 200، وهتشوفوا دلوقتي بقى إيه مراحل تسويته تحفة. طيب فاضل بقى خلطة، أسكت أنا؟ ما اسكتش. طبعًا البصل المحشي ده كان طلب زوجي العزيز، وأنا زوجي طلباته أوامر عندي، لإني مش بيطلب حاجة كتير، فلمّا بيطلب حاجة يعني لازم أدوّقها له، ولازم أدوّقه منها. ربنا يطعمه من ثمار الجنة يا رب، زي ما هو مش حارمنا من أي حاجة أنا وولادي في الدنيا. تمام. المحشي خلاص كان اتشرّب، وحطيت له صاجة بقى، وعلى عين صغنّنة كده هدّيت النار خالص، وادّيته معلقة سمنة بلدي. هي دي بقى بيتنقل لنقلة تانية خالص. ما كانش عندي للأسف، كان آخر شوية بصل في التربو عندي، كان آخر 5 بصلات، بس أنا صمّمت أعمل له اللي هو طلبه يومها. وطبعًا كده الخلطة فايضة عندي، فأول ما قال لي: "أنا نِفسي في محشي بصل." وأنا ما اخلّيش نِفسك في حاجة أبدًا يا باشا. تمام. البصل بيتسلق، تمام، وبعد كده بعد ما يتسلق باشُقّه شَقّة من الجنب كده، شَقّة واحدة وما توصليش لغاية النُص، عشان ما تلاقيش البصلاية بتاعتِك مش طالعة زي ما هتشوفيها. أهو بُصّوا، ورقة البصل لافة نفسها أهو. يا ريت كل المحشي سهل والله يا جماعة زي محشي البصل ده، سهل ولذيذ وطعمه، يعني مش قادرة أقول لكم طعامته بقى. أنا كنت أول مرّة بصراحة آكله، أنا ما عمري ما جرّبت أصلًا أعمل محشي بصل. بس بأمانة يعني لمّا داقوه بقى، ولمّا أول حاجة اتاخدت من الصينية هو محشي البصل ده. آدم وأدهم ولادي قالوا لي: "يا مامي بُصّي، محشي البصل ده هتحطيه في المنيو بتاع المحاشي، يعني أول حاجة هو والكوسة تعمليهم." طبعًا دول كانوا 5 بصلات متوسطين، طلّعوا ما شاء الله كمية ورق كبيرة، ما بالِك لو عملتِ لِك بقى مثلًا 6، 7 أو كيلو بصل من الكبير بقى، دول كانوا صغيرين كمان. بس عسل، أنا ما سِبتش واحدة ولا ورقة صغنططة نُنّة بيبي قد كده إلا لمّا حشيتها. تقولوا فيه سُكّر؟ معسّل. وهادّي له كمان دلوقتي حاجة كده ترِكّة وهو بيستوي، هتنقل طعمه خالص، خالص، خالص. بجد كان رائع يستحق التجربة. في ناس كمان العراقيين تقريبًا، أو مش عارفة دولة إيه، يعني لو حد بيتابعني من العراق يصحّح لي، بيسموه دولمة. ليه دولمة بقى؟ علشان بيلخبطوا مع الخلطة بتاعتنا اللي هي بالرز دي لحمة مفرومة، وبيحشوا بيها الورق البصل ده. بُصّوا صينية الجلاش سوري الرقاق، هو كإنه جلاش بصراحة من شكله يعني. عايزاها مقرمشة من فوق ومن جوّه طرية زي الفطير، غطّيها أول ما تطلع. طيب قيمة كوباية أو مَج شوربة برضه من شوربة البط، ما هو مش هيبقى عندنا شوربة بط إلا ما لازم نستغلها في كل حاجة. شرّبي بقى المحشي بتاعِك كده أهو، وده بياخد تقريبًا كوباية شوربة. وبعدين بقى هادّي له معلقة دبس رُمّان، دبس رُمّان أو صويا صوص، يعني أي حاجة، بس وهو بيتشرّب كده ادّي له المعلقة دي، هتنقله لِك في حتّة تانية مش قادرة أقول لِك طعم الموضوع ده بقى. لأ، الكلام كان كبير أوي يا جماعة. البطة بتاعتي علشان بلدي وعشان عاملاها بالطريقة الbasic العادية، فضّلت إن أنا ما أدهنش. كان ممكن أدهن وشّها كده صلصة والّا حاجة وأدخّلها، لأ، أنا ده سمنة بلدي على زيت، سمنة على زيت. لمّا تيجي تحمّري أي طيور، فراخ، بَط، حمام، أي حاجة، سمنة على زيت، الميكس ده هو ده سر اللمعة الشكل اللي بتشوفيه في المطاعم ده. وكمان ساعات بيدهنوا وشّها لبن قبل ما يحمّروها في الزيت. تمام، أنا لا دهنت وشّها لبن ولا حاجة. المحشي بتاعي استوى الحمد لله، جِبت بقى صينية لمّة الحبايب، وأنا مسمياها صينية لمّة الحبايب من ساعة رمضان لمّا عزمت اخواتي وولاد اخواتي وكده عليها، وعملت لهم فيها كل حاجة. هي كان ناقصها طبعًا يعني حاجات كتير. بُصّوا، 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 بُصّوا طبق البصل ده أول حاجة اتشالت من الصينية. كان خطير، كان خطير، تحفة، تحفة، تحفة. البصل تحفة. المحشي بُصّوا بيلمع، والمحشيّات بمحشيّتها، ولا رُزّاية طالعة برّه، ولا رُزّاية معجّنة، ولا حتّة مستوية وحتّة لا، لا، لأ، تحفة، تحفة، تحفة اللهم بارك. يعني صينية لو هتشتريها مش قادرة أقول لِك طبعًا هتدفعي فيها كام. والبطاية المحمّرة التحفة بتاعتنا، بُصّوا الرقاق عامل إزاي، الطعم كان عالمي، الطعم كان عالمي، كان خطير. والله ما باشكر في نَفْسي ولا باشكر في حاجتي، بس الفيديو شارح نَفْسه، أديكم كُلّه على عينك يا تاجر أهو. الصينية دي طبعًا عزومة يوم الجمعة، ربنا يخلّي حبايبي وألف هنا وألف شفا على قلب حبايب قلبي اللي كلوا، ربنا يديمهم في حياتي نعمة يا رب. اليوم ده أنا كنت رايحة عند سمر،
كنت رايحة واحد سِتّهم يعني، ولسه كانوا بيقولوا لي في المحل عايزين ندوّقِك بقى البَط وندوّقِك المحاشي وكده، شيماء بتقول لي كده، قُلت لها: "أنا لسه واكلة بَط، ولسه واكلة محشي مشكِّل، وواكلة كمان رقاق." قالت لي: "الله، الله، الله." رُحت مفرّجاهم على الصور، والله العظيم فرّجتهم على صور الأكل والصينية، قالوا لي: "ما شاء الله عليكِ، إيه الجمال ده، ده أنتِ هتنافسي بقى واحد سِتّهم." قُلت لهم: "لأ، هي واحد سِتّهم واحدة بس." ربنا يحسن ما بين إيديهم وبين إيديكم جميعًا يا رب. أنا قُلت لهم: "أنا عايزة أشرب بقى عندكم الشاي بالنعناع." شرّبوني، اعملوا لي براد شاي بالنعناع، راحوا عازمينّي عليه بصراحة هناك. لإن الأكلة دي فعلًا عايزة كوباية شاي بالنعناع حلوة تحبس. بُصّوا صدر البطة، طبعًا البَت البلدي لمّا بيستوي ويتعمل بيبقى لونه أحمر لحمه من جوّه كده، أنا بس حبيت أقول لكم المعلومة دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، أشوفكم فيديو جديد إن شاء الله كالعادة حلو وسهل ومفيد. شكرًا للمتابعة ولحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم، باي باي.